في بعض الادويه اذا المريض قال لي ان هو بياخدها، ساعتها بقول له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان. زي مثلا لو هو بيتعرض لعلاج كيماوي او بياخد الادويه الخاصه بالعلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي. وفي بعض الادويه برضو الخاصه بهشاشه العظام او الادويه الخاصه بالعظام، بعض الادويه مش كل الادويه طبعا. ساعتها بنقول ان هي لازم تتوقف، طبعا بالتنظيم مع الدكتور البشري، مش من دماغ المريض او من دماغي، بالتنظيم مع الدكتور المختص. بنوقف الادويه دي لو هو ينفع ان احنا نوقفها، او بعد فتره العلاج بنوقف الادويه دي مده تتراوح من 6 شهور لسنه. بعديها بنقدر ان احنا نعمل عمليه الزراعه، لان احنا لو عملنا الزراعه مع العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او بعض ادويه عظم، ساعتها ممكن يحصل فشل للزراعه، بل ممكن يحصل تآكل كبير جدا للعظم الطبيعي، لان احنا تداخلنا مع ادويه ما ينفعش نتداخل معاها في الوقت ده. فبنستنى لغايه ما التأثير بتاع الأدوية دي يختفي مدة تتراوح من 6 شهور لسنة، وبعد كده نقدر نعمل عملية الزراعة بشكل طبيعي. برضو في نقطة مهمة جدا، دكتور الأسنان بيحتاج إن هو يعمل أشعة، سواء أشعة العادية في العيادة أو أشعة البانوراما أو أشعة المقطعية. ولكن في نقطة مهمة جدا لازم أنبه فيها كل المرضى اللي بيتعرضوا لعلاج إشعاعي أو كيماوي أو بعض أدوية العظم، إن بلاش تعمل أشعة على عظم الفكين أو الأسنان إلا بعد مراجعة الطبيب المختص، أو تسأل الطبيب المختص تقول له أنا هعمل أشعة أسنان. لأن في بعض الحالات لو عملنا فيها أشعة على الأسنان، الأشعة نفسها ممكن تؤدي لتآكل العظم الطبيعي أو تلوث في العظم الطبيعي أو عدوى في العظم الطبيعي. وده بيؤدي لمشكله كبيره جدا، ان ممكن عظم الفك جزء منه نشيله ونعمل عمليه جراحيه ان احنا نشيل عظم الفك، لانه تحول لمصدر للتلوث. فنصيحه ان لازم دكتور الاسنان يكون على علم ودرايه ببعض الادويه وبعض المواد الفعاله وبعض الاجراءات الطبيه اللي ما ينفعش معاها ولا زراعه ولا اشعه للفكين واشعه للاسنان.